ابتدائي. يلا بينا على اول درس في النشيد. بيقول ايه؟ بيقول ما اجمل الالوان، ما اجمل الالوان. تعالى نقرا معايا بسرعه كده. في الحقل والبستان، تاني في الحقل والبستان، تاني في الحقل والبستان. ما اجمل الالوان، ها ما اجمل الالوان. فراشة زرقاء، فراشة زرقاء، ووردة حمراء، ووردة حمراء، وشمسنا الذهبية، وشمسنا الذهبية تعطي لنا، تعطي لنا هدية، تعطي لنا هدية. الدفء والأنوار، الدفء والأنوار، وفرحة الأزهار، وفرحة الأزهار. مس إيمان، ها ده النشيد اسمه إيه؟ النشيد اسمه ما أجمل الألوان. اسم كده يا أصحابنا ما أجمل الألوان. قول لي بقى إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن الحقل والبستان. في إيه الحقل والبستان؟ في ألوان كتيرة جدا. طب في إيه يا مس إيمان غير الألوان؟ فراشة لونها إيه؟ ازرق. فراشه لونها ايه؟ ازرق. وفي ايه مس ايمان تاني غير الفراشه؟ في ورد لونه ايه؟ احمر. لونه ايه؟ احمر. وفيها شمس جميله قوي بتنور الدنيا. شمس لونها ايه؟ ذهبي، ذهبيه. الشمس بتعطينا ايه؟ تعطي لنا هديه، تعطي لنا. طب مش كده بس يا مس ايمان، ده الشمس بتعطينا كمان الدفء والانوار. بتدينا دفى ونور. دفى وايه؟ لما نكون بردانين بنقعد في الشمس وبنتدفى، صح؟ وكمان بتدينا نور في النهار. نور فين؟ في النهار. وفرحة الازهار، يعني كل الازهار بتحب الشمس ولا بتحبهاش؟ بتحب الشمس طبعا. تعالى نسأل منها المعاني. بتقول ايه؟ الحقل معناها ارض زراعيه، ارض بنزرع فيها. مين اللي بيزرع في الارض؟ فلاحين. جدع، برافو عليك. معنى الحقل ارض زراعيه، معنى الحقل أرض زراعية. معنى البستان الحديقة، معنى البستان معنى أجمل أحسن، معنى أجمل، معنى أجمل أحسن، معنى فرحة سعادة، معنى فرحة سعادة. تعالي مس إيمان ناخد المضاد بتاعنا. تعطي عكسها إيه؟ واحد بيعطيك حاجة عكس واحد تأخذ. تعطي عكسها تأخذ. الدفء عكسه البرد، الدفء عكسه البرد. فرحة عكسها إيه؟ حزن. فرحة عكسها ايه؟ حزن. اجمل عكسه اقبح، اجمل عكسه اقبح. لو جيت قلت لك يلا عايزه كلمات على نفس ليها نفس النهايه. كلمه بستان نفس نهايتها مين؟ الالف والنون. الوان، الف ونون، الف ونون. بستان الوان. لو جينا في النشيد وقلنا طلع من النشيد يبقى البستان مين تاني يا مس ايمان؟ زرقاء وحمراء، ذهبية، هدية، أنوار، كل دي يا مس إيمان اسمها ليها نفس الإيه؟ النهاية. يعني آخرها ألف ونون، آخرها ألف وهمزة، خلاص؟ آخرها تاء مربوطة حسب النهاية اللي هو مديها لك، حسب النهاية اللي هو إيه؟ طب ليكي لو جيت قلت لك يلا بينا، لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد من دروس الابتدائي. وعلق لو عايز بقيه الدروس، علق بحرف الباء. ويلا نكمل. ما اسم النشيد؟ اسم النشيد ايه يا اصحابنا؟ ما أجمل جدع ياسين. ما اجمل الالوان. ما لون الفراشه يا عمر؟ زرقاء. وما لون الورده يا رماس؟ حمراء. وما لون الشمس يا ناس؟ ذهبية. وماذا تعطي لنا الشمس يا أحمد؟ هدية. بتعطي هدية فقط ولا هدية ودفء ونور؟ هدية ودفء ونور. ما موقف الأزهار من الشمس؟ فرحانة ولا زعلانة؟ فرحان. أحسنتم. يبقى مس إيمان تاني. أين توجد الفراشة؟ موجودة فين؟ في البستان. جدع. في البستان بس ولا في الحقل والبستان؟ في الحقل والبستان. صف الفراشة لونها إيه؟ أزرق. أزرق. وصف الورد لونها إيه؟ أحمر. وصف الشمس لونها إيه؟ ذهبية. الشمس بتعطي لنا هدية. ايه الهدية اللي الشمس بتعطيها لنا؟ الدفء والأنوار وفرحة لمين؟ وفرحة الأزهار. وجات لنا فراولايه حلوه كده. نقول الفراوله دي لونها ايه؟ أحمر. لونها احمر. الفراوله دي لونها ايه؟ احمر. زي مين؟ زي الورده ولا الفراشه؟ الوردة. زي الورده. الفراوله لونها ايه؟ احمر زي الورده، احمر زي الورده. ورده حمراء. الورده ايه؟ حمراء. طب والفراشه لونها ايه؟ أزرق. طب ناكل بقى الفراوله.
طيب يبقى مس ايمان الدرس بتاعنا اسمه ايه؟ ما اجمل الالوان. طب مس ايمان ما لون الفراشه؟ ما تنسوش الفراشه لونها ازرق. اين توجد؟ موجوده فين؟ في الحقل جدعان. والبستان. ما لون الورده؟ زي لون الفراوله كده اللي وردها لكم. الورده لونها ايه؟ حمراء. حمراء زي الايه؟ زي الفراوله. طب ما لون الشمس لونها ايه؟ ذهبية. ذهبي زي الخاتم اهو لونه ذهبي. الخاتم لونه ايه؟ يبقى الخاتم لون الشمس. ماذا تعطي لنا الشمس؟ بتدينا ايه الشمس يا مس ايمان؟ هدية. 3 حاجات. بتدينا هديه. فيها ايه الهديه دي؟ فيها دفء، فيها نور، وفرحه للايه؟ للازهار. فرحه لمين يا اصحابنا؟ للازهار. كده الدرس سنه اولى ابتدائي ده كان درس كامل هشرحه لك كامل كل حصه. هتلاقي الدروس كلها على قناه اليوتيوب. ما تنساش تعمل لي لايك والشير واعمل اشتراك عشان كل المامي اللي تايهه وما بتديش دروس وبتتابع في البيت تتابع معانا. مستنياكم يا حبايب قلبي دكاتره اولى ابتدائي في الحساب والعربي ان شاء الله. وكل الدروس هتشرح لكم اولى وثانيه وثالثه وكمان تاسيس. بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتابعونا على صفحه الفيسبوك مس ايمان الصح. السلام عليكم.